بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ان شاء الله النهارده هنبدا كورس ال HTML. دي بس مقدمه عن الكورس، هبدا اعرف فيها عن نفسي وعن اللي هشرحه في الكورس. مبدئيا انا اسمي جد، عندي 24 سنه، من الجيزه او القاهره، شغال كاي تي انجينير او مهندس تكنولوجيا معلومات. الهدف من الكورس ان اعلمك البرمجه بشكل عام بطريقه سهله وبسيطه، وانك تفهم مش تحفظ. اهم حاجه عندي في الكورس انك تفهم مش تحفظ. وان شاء الله هيبقى في مشاريع كتير جدا هتتعمل اثناء الكورس، وهتبدا تتسلم في السوشيال ميديا اذا كان واتساب او تليجرام او ديسكورد. محتويات الكورس هيبقى مبدئيا كده معانا كورس HTML في الأول. تمام، هنبدأ إن شاء الله ببلاي ليست في كورس ال HTML. يعني إيه أصلا HTML للناس اللي متعرفش HTML؟ اختصار كلمة HTML هايبر تكست مارك اب لانجوج، وهي لغة ترميز مش لغة برمجة. عشان في ناس كتير جدا بتقول على HTML لغة برمجة، لا هي مش لغة برمجة. تمام، ليه اتعلم لغة HTML؟ لو انت حابب تتعلم باك اند او فرونت اند، وبالاخص فرونت اند، لازم تتعلم HTML. ليه لازم اتعلم HTML؟ لانها هي الاساس اللي انت بتبدأ بيه لما بتيجي تبدأ في اي تراك من التراكين دول. حتى لو حبيت تدخل في الموبايل ديفلوبمنت، اللي انت تعمل تطبيقات على الموبايل برياكت نيتيف، فهتحتاج برضو ان انت تتعلم HTML. وفي حاجات كتير جدا هتفيدك في نقطة ال HTML، بحيث اللي هي اللغة الأساسية في أي موقع أو أي متصفح بشكل عام. الإصدار اللي احنا هنشرحه حاليا هو الإصدار الخامس من HTML، وهو الإصدار الأحدث في وقت تصوير الفيديو ده. اللغة سهلة جدا ومش هتلاحظ فيها أي صعوبة في التعلم، ولغة بسيطة وسهلة حرفيا مش هتلاحظ فيها أي صعوبة. لغة ال HTML هي اللغة اللي بتبني الهيكل بتاع الموقع. لو نفترض مثلا ان احنا عندنا حتة ارض، الارض دي هي الكمبيوتر بتاعك، فمواصفات الارض هي مواصفات الكمبيوتر. دلوقتي انا عايز ابني ويب ابلكيشن او عايز اعمل تطبيق. التطبيق ده اقدر اعمله عن طريق ال HTML، هي هتبقى الهيكل المعماري بتاعي. يعني من ناحية القواعد ومن ناحية العمدان ومن ناحية شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، هو هيبقى بال HTML. بعد كده هيبقى في لغة تانية اسمها CSS. اللغة دي هتبقى عبارة عن الستايل أو تجميل البيت ده من ناحية أبواب وشبابيك وألوان وإزاز وكل ما تتخيله في البيت من ناحية شكل، يعني شكل حلو وجمال. وهيجي بعديها لغة الجافا سكريبت، تبقى دي اللغة المسؤولة عن اللوجيك أو عن أي حاجة فيها تفكير في الأبليكيشن بتاعنا. تمام، مين يدخل مين ما يدخلش، لو ضغطت على إيه يحصل إيه، والكلام ده كله. وهتبقى دي لغة الجافا سكريبت. محتاج إيه عشان تبدأ الكورس ده معانا؟ محتاج يكون عندك أي متصفح من المتصفحات، حرفيا أي متصفح يفي بالغرض. ومحتاج تنزل اي تكست اديتور. انا منزل فيديوهين تكست اديتور من ناحيه الكمبيوتر او لابتوب. لو انت عندك اي نظام، اذا كان ويندوز لينكس ماك، تقدر تنزل فيجوال ستوديو كود. لو انت معاك اندرويد او ايفون، تقدر تنزل سبيك اديتور. والفيديوهين بتاعت ده او ده هتلاقيهم موجودين عندي على القناه، ودي شكل الفيديوهات عندي على القناه. تقدر انت تتفرج عليهم وتنزلهم، وبعد كده تبدا معانا الكورس ده على طول. ولو في عندك اي سؤال او استفسار او مشكله قابلتك، تبدا انت تكلمني وانا ابدا احلها معاك باذن الله. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.